ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وافضل حال. كده بقى لنا نعمل بقى مع بعض كده، بس قبل ما نبدأ كده نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حبيبي يا رسول الله. النهاردة بقى روتين الصلاة والطور أول، نعمل السلم مع بعض وكده. وهنعمل عشاء كده حلو كده لذيذ. هنعمل الوقت أول حاجة بنعملها بننضف الشباك أول. حتى لو في الأوض برضو تعملوا الشباك أو البلكونة أول عشان تهووا عليها الفرشة أو الحاجة دي يعني. واللي أول مرة يشوف قناة عالم حنان يشرفني كده ويشترك في القناة ويفعل الجرس بكلمة الكل عشان يوصله كل إشعاراتي، ويحط لايك حلو وكومنت جميل. وبشكر كل فانزاتي على تعليقاتهم الحلوة وكلامهم الجميل ودعواتهم الطيبة. بنشيل بقى الساعة والبرواز عشان نلمعهم ونحطهم تاني، وبنلمع مكان مكان كده في الصالة. انا بأسف بقى على صوت عشان اخده دور برد جامد يعني، بس اخده دور برد في صدري والله. يعني كل ما يجيني دور برد بيجيني في صدري، معرفش ليه كده. مع ان انا ما كانش عمري عندي كده، بس اول ما كورونا كانت اجت فكان جاني كورونا. فمن يومها بقى وانا لما باجي اتعب صدري بس اللي بيبقى تعبني. بس الحمد لله على كل حال. والوقت بقى بنلمع الباب كده من بره ومن جوه. كان النور مقطوع، الساعة ده اصلا مش شغالة بس انا محتفظة بيها لان ابني اللي كان جايبها لي. حطيت كده كرسيين على بعض عشان اطلع اعمل المروحة، لان بمسك النيشة كده وبعمل المروحة بايد وبمسك بايد فما ينفعش اصورها يعني، مش هعرف. وبلمع كده النيشة. آه، دايما الحتت اللي انا بمسكها ديت بستخدم في كل اوضة يعني اتنين، وما بخلص برميهم واجيب غيرهم يعني، لان دي بتشيل التراب اكتر من الفوطة يعني، من فوط التنظيف بالنسبة لي. ف بنلمع بقى كده الموبيليا. على فكرة اسوأ حاجة يعني، انا كنت بقول لكم ان انا هلمع بالجرانس يعني الموبيليا وكده، بس طبعا كانت البلية بتاعته معلقة معايا، فقلت ايه لما ربنا يسهل عليها كده وتفتح اقوم عاملاهم. طبعا ده التلفزيون اللي عايز يترمى في الشارع بلمعه. مش عارفة كنت هقول لكم ايه ونسيت والله. اللي يجيب، اللي يجي يجهز نفسه بقى ويجيب حاجات من دي ما يجيبش موبيليا عالية ولا ضخمة ولا الكلام ده، ولا يجيب موبيليا كتير في البيت عشان بتشيل تراب وبتدوخ في تنظيفها وكل شوية عايزة تتنضف. فنجيب المهم يعني في الأهم، لأن أنا بيتي عبارة كله عن موبيليا يعني. مش عارفين والله نقعد. الصالة صغيرة وكراسيها 6. طب ليه؟ معرفش. الأوضة الدولاب فيها واصل للسقف. كل ده بيتعب يعني في التنظيف. او جايز بقى عشان انا كان ايامي كده معرفش والله بقى. طبعا العلبة اتفتحت كده وقعدت بقى عملت الازاز بتاع النيشة والتلفزيون. ونفض بقى الكنب عشان احط له البياضات. انا بقول احنا بنقول عليها بياضات يعني، او كفر ال الركن او كسوة حسب ما انتوا بقى بتقولوا. كنت غسلها وهفرشها بقى. وكده بشيل الكنب على، وفرشت بقى البياضات وبشيل الكنب على جنب واكنس السجاد من تحت الكنب. وبعد ما اكنسه اقوم كنسل السيراميك واقوم مسحه بقى وارجع الكنب مكانه.
لان الاولاد في حتة مفتوحة كده ورا الكنب، كل حاجة بيرموها فيها. المهم ما يجيبوش ما يحطوش في السلة جنبهم يعني. ما اعرفش ايه اللي هم بيعملوه ده والله. يعني سلة وحطها جنبهم، مش عارفة اعمل ايه. عندهم كسل غير عادي. طبعا انا بجيب بس بالتصوير، هي شكلها يعني الكنس بيبقى بطيء، بس طبعا لا، عشان انا بس بصور لوحدي فبجيب لكم حتت كده بسيطة يعني. اللي بيمسح بالشرشوبة كده زيي لازم يكنس اول قبل ما يمسح. عفوا حبايبي بقى، استحملوني في المونتاج ده. كده بقى حطينا الكنبتين الاولانيين وبنعمل تحت التانيين. وهنلم طبعا برضو التراب على الجروف وهنمسح برضو ونرجعهم تاني مكانهم ونكنس بقى السجادة. مكنسة عندي باظت لوحدها كده، هي اصلا من يوم ما اجت وهي اصلا ما بتشفطش، يعني ما بتشيلش التراب ولا بتشيل حاجة خالص. فجأة كده بقى موتورها وقف، يعني المقاش ارحم. كنسنا بقى السجادة ورفعناها، وهنكنس بقى السيراميك من تحتها عشان نمسحه، وما ينشف بننزل بقى السجادة، يعني ما تنزلهاش وهي مبلولة. طبعا في ناس عارفة اللي انا بقوله دوت، بس انا بكلم البنوتات الصغننين اللي بيحبوا يعني يساعدوا امهاتهم، او يعني في عرايس كده صغننين بيبقوا لسه متجوزين. كده بقى الصلاة خلصت اهيت، وقفلت الشباك ده لان الشباك ده ما بسيبوش مفتوح. في بيت قدام على طول بيربي طيور، وطبعا ما بحبش بقى انا الحاجات دي، القرف بقى بتاعهم يطلع علينا وكده. وفرشت المفرش ولمعت السيفر والتلفزيون. شوفوا شكل البيت والنظافة، والله بتريح الأعصاب والنفسية. لأن بفرش الأرض عشان الأولاد داخلين خارجين كده يعني. السجاد يبقى نضيف، لأن أنا يعني بغسله، يعني ما بغسلوش يعني على طول. الطرقة دي بقى بنشيل البراويز عشان اغسلها، وهشيل السجادة انفضها وامسح بقى وكده وافرشها تاني. مفيهاش حاجة، لان السيراميك بتاع الطرقة انا عاملاه في التنظيف الشتوي. طبعا دي الغسالة دي كنت انا متجوزة بيها يعني، فطبعا باظت. فانا عاملاها بقى ايه، سبت غسيل. طبعا مش هرميها، السبت باظ عملتها سبت. مش باظ، كنت بحطه يعني ايه، كان لما يبقى فاضي كنت اسيبه ايه اخد مكان مساحة كبيرة، كان كبير قوي، فكنت دايما ايه اسيبه فاضي في البلكونة، فباظ من الشمس بقى. هنمسح بقى الارض بعد ما كنسناها كده، والسيراميك نضيف لان انا عاملاه في التنظيف الشتوي. مفيش حاجة يعني في البيت الا ده ترتيب، يعني ايه الترتيب اللي هو الطبيعي يعني. ونرجع بقى كل حاجة مكانها. ولو وصلتوا بقى لحد هنا ما تنسوش اللايك. انا روتيني التنظيف البيت دوت، انا بحب المطبخ اكتر من البيت، يعني من تنظيف البيت، فدايما بعمله براحتي وببقى بطيئة فيه شوية يعني، بس امر مفروغ منه يعني لازم يتعمل. كده بقى خلصنا الطرقة. هندخل بقى نولع ايه على الغسيل. كان في دورة غامقة هولع عليها، بس طبعا الغسالة اما باجي اشغلها
بتقعد مدة عما تاخد مية تسحب مية، فبرضه مش عارفة ظروفها ايه. أجهزة كهربائية عندي صعبة قوي قوي. سبتها بقى لان ايه عصبتني وكده، فسبتها وخرجت اكمل السلم وقلت ارجع لها تاني. مش هقف قدامها بقى، لان لو وقفت قدامها هكسرها. ده انا ابقى قاعدة عايزة اشغلها ما تشتغلش، اشغلها ما تشتغلش، وسارجة بس ما تاخدش مية. كنا العشاء بقى وبالليل، اهو السطح اللي قدامي ده شباك الصالة بتاعي، قدامه بقى سطح الجيران كده، فطبعا ما بفتحش الشباك بس اللي هوي بسيط واقفله، لان طبعا الجيران لو واقفة هتشوفني. وكمان بيربوا حمام وطيور، ومفيش عندهم بقى ايه النظافة يعني، فما بحبش افتح الشباك. هنكنس بقى السلم وبعد كده بقى نمسحه. طبعا المية اللي بتمسحوا بيها حطوا فيها بقى معطر، حطوا فيها منظف، حطوا فيها بقى الايه الحاجات اللي انتوا بتحبوا تستعملوها يعني. طبعا كان بقوم كده هبة السقف كده بالمقشة، المقشة دي بتتغسل كذا مرة، بهبه كده بالمقشة عشان لو في تراب او اي حاجة من دي، وفي الاخر بقى بكنس. لسه اخر روتين بقى بتاع الحمام وكده والمطبخ والبلكونه ده هينزل لكم بقى في يوم تاني. بس يوم السبت هينزل لكم تحدي فريق البنات والولاد اللي كان مطلوب مني، ده هينزل اكيد يوم السبت. والعقاب زي ما علي قال لنا كده. ولو انت شايفني بقى سامع الفيديو ده يا علي او شايفه، ابقى قولي على العقابات بقى في الكومنتات، عشان انا ماليش في العقابات. انا هعمل يوم السبت العقاب اللي قلتلي عليه، يبقى قولي بقى على عقابات تانية. هنمسح بقى كده. طبعا انا مبجيبش السلم كله لان انا اللي بصور برضو ايه لنفسي، فطبعا انتوا عارفين يعني انا بمسح سلمي لحد سلم الجيران، ولا بعمل لهم بسطتهم كده عشان ايه منعا انه ترابه اجت عندهم ميه اجت عندهم. المهم السلمه بتاعتهم لازم تنضف زيها زي بتاعتنا اللي قدام شقه الجيران يعني. ميه السلم دي كانت ميه ده ميه سخنه وفيها ملح خشن. انا بحب امسح السلم كده. رجعنا تاني بقى مرجوعنا لايه بعد ما خلصنا مسيح السلم للغسالة. الغسالة دي والله حبيبي مرة ببص لقيت في نار في المطبخ، لقيت نار خارجة من الغسالة دي، ده وانا اول ما اتجوزت يعني. كده غسلت المواعين وكور الاولاد، والغسالة اشتغلت كده ربنا هيكرمها. وقشرت بقى بطاطس وحمرته وطلع من اللي بيحروق، وقلت يا خسارة الزيت. وبيض مسلوق بقى وجبنة وكده، وكان عشا خفيف يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.